صحابي اسمه أبو طويل، وقيل أبو فروة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو رجل كبير في السن، مسن، شيخ هرم، سقطت حاجباه على عينيه، تجاعيد السنين كلها في وجهه. قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيء؟ في رواية قال: يا رسول الله، رجل غدر وفجر ولم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم، هل لي من توبة؟ يا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ شوفوا نعمة الإسلام، أسلمت. قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات يبدلها الله كلهن إلى حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، ترى أنا رصيدي أسود، وغدراتي وفجراتي. قال: يبدلها الله كلهن إلى حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي. قال: يبدلها الله كلهن إلى حسنات. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولف ظهره ومشي وهو يكبر. الصحابة يقولون: نسمع تكبيره حتى توارى، يعني غاب عن الأنظار وما زال إيش يكبر. أسألكم بالله، الله ما هو رحيم؟ الله ما هو كريم؟ الله ما هو حليم؟ ما هو شكور؟ ما هو غفور؟ ما هو عفو؟ في لحظة يجي يشتكي من ألم سنين، لحظة واحدة يتوب فيها، يرجع إلى الله، الله يبدل سيئاته كلها إلى حسنات. لكن ترى البداية من عندك، تتقرب إلى الله يتقرب إليك، تأتيه تمشي يأتيك هرولة. ابدأ، أنت ابدأ، وشوف الله كيف يعينك ويبدل سيئاتك إلى حسنات. ما أرحم الله وما أحلمه.